ازاي شخص واحد يغير مجتمع كامل؟ هو ده بقى عنوان حلقتنا النهاردة، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. فاكر اخر مرة قلت فيها هو انا يعني هفرق في ايه؟ انا واحد من ملايين. بس خليني اسألك سؤال تاني، هو مش دايما اكبر الحاجات بتبدأ بحاجات صغيرة؟ يعني الشجرة مثلا، الشجرة بتطرح دلوقتي، كانت زمان بذرة، والنهر اللي بيعدي بلاد بدأ من نقطة مية. فليه ما تكونش انت برضو البداية لحاجة كبيرة حتى لو حسيت انك صغير؟ وهحكي لكم 5 قصص. أول قصة فيهم بتتكلم عن الموظف اللي دايما بيبتسم في شركة كبيرة جدا فيها ضغط شغل ومواعيد وتوتر، بس كان في موظف بسيط دايما أول ما يدخل يقول صباح الفل يا جماعة، حتى لو محدش رد. في الأول الناس استغربت، بعدين بدأوا يقلدوه من غير ما يحسوا، بقى في سلام وفي ضحك، الجو نفسه اتغير. وزي ما احنا متعودين ان علم النفس بيقول ان المشاعر بتنتقل زي العدوى، خصوصا في الاماكن اللي فيها تكرار لقاء. يعني لو واحد حافظ على سلوك ايجابي وسط سلوكيات سلبية، هو اللي بيكسب في الاخر. واحب اقولك ان اللي بيبدأ بلطافة ممكن يغير الجو كله. وتاني قصة معانا بتتكلم عن جارنا اللي بيزرع. جارنا اللي بيزرع في حي هادي شوية، كان في راجل بيزرع زرع صغير في الرصيف قدام بيته، شوية ورد وريحان وزرع بسيط جدا. الناس كانت تعدي عليه وتضحك، زرع ايه بس اللي في المكان ده؟ بس بعد شهور الجيران بدأوا يقلدوه، وبقينا نشوف زرع في البلكونات وفي مداخل البيوت. شارع نفسه بقى فيه ريحة، بقى فيه ألوان. وزي ما احنا متعودين في علم النفس، في حاجة اسمها التأثير البصري الإيجابي، اللي بيخلي الناس تتصرف بشكل أفضل لما يشوفوا منظر مريح أو جميل. واحب اقولك برضو، الجمال لما يبتدي بيلف ويرجع لك. وتالت قصة معانا، البنت اللي بتتكسف وقت الخناقة. في موقف ميكروباصات حصلت خناقة، ناس بتزعق والسواق بيشتم وكل الناس بدأت تتخانق، بس كانت في بنت قاعدة ساكتة وما بتتكلمش، بس كل شوية تقول للسواق بهدوء ربنا يهديك، احنا كلنا متعصبين بس خلينا نعديها. المفاجأة بقى ان السواق سكت، وواحد من الركاب نزل من الميكروباص وقال انا كنت ناوي اتخانق على فكرة، بس كلامها هداني. رد الفعل الهادئ قدام المواقف الساخنة بيكسر تصعيد العنف، وده معروف في العلاج السلوكي كإطفاء سلوك العدواني عن طريق تجاهله أو كسره بهدوء. الهدوء مش ضعف، الهدوء قوة بتوقف الدايرة. ورابع قصة معانا، التلميذ اللي بيلم ورق الزملاء. في مدرسة ابتدائي كان في ولد كل ما الحصة تخلص يقوم يلم الورق من على الأرض من غير ما حد يطلب ومن غير ما يقول لحد يعمل زيه. في الأول الناس كانت تضحك عليه، بعدين بدأوا يساعدوه. بعد شهور الفصل بقى أنظف فصول المدرسة. المدرس قال جملة، هو طفل واحد بس غير نظام الفصل كله. السلوك المتكرر بيبني حاجة اسمها العرف، ولما الناس تبدأ تقلده بيبقى ثقافة. اللي بيبدأ عادة كويسة ممكن يحولها لنظام عام. وآخر قصة معانا بتتكلم عن الراجل اللي ماشي عكس الطريق بس صح. في مجتمع بيحب المقارنات والجري والسباق، في راجل بسيط قرر يعيش بالراحة، ما بيقارنش نفسه بحد وما بيحسدش حد، ماشي في سكة مختلفة بس مرتاح، وبيساعد اللي يعرفه وبيفرح لنجاح غيره. في الأول الناس قالت عليه ده غريب، بعدين بدأوا يقولوا يا بختك، وشوية شوية الناس بدأت تهدى وتفكر زيه. السلوك المختلف وسط السلوك عام مضغوط ممكن يخلق نموذج تاني للنجاح، وده بيظهر فيما يعرف به النماذج البديلة للسعادة. واللي بيلاقي راحة في طريقه بيخلي ناس تمشي وراه بإرادتهم. في آخر حلقتنا النهاردة أحب أقولك مش لازم تكون مشهور ولا مؤثر ولا عندك متابعين علشان تغير. مش لازم تقول، كفاية تعمل. ومش لازم تدفع، كفاية تبدأ. أو خطوة صغيرة من شخص بسيط ممكن تخلق جو جديد في مكان كامل. ولو كل واحد فينا ركز على اللي يقدر يعمله بدل اللي مش قادر يغيره، هنصحى يوم نلاقي نفسنا في مجتمع مختلف وإحنا مشيناله خطوة خطوة من غير ما نحس. وقولولنا في الكومنتات تحبوا الحلقة الجاية عن إيه، ولو حصل معاكم موقف حسيتوا إنكم أثرتوا في ناس حواليكم احكولنا، يمكن نبدأ بيه الحلقة الجاية. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وأتمنى تكونوا استمتعتم.